في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن حقوق الآباء على أولادهم، ووضحت لحضرتك بعض الطرق اللي ممكن تسهل عليك التعامل مع أهلك. والنهاردة بقى كلامي هيكون موجه لكل أب وأم، وهوضح لحضرتك كأب حق أولادك عليك، وكمان هقولك على بعض المشاكل اللي ممكن تسبب اختلافات أو عدم تفاهم بينك وبين أولادك بس بسببك أنت. فتابع معايا للنهاية لعلك تستفيد. مبدئيا كده احب اقول لك ان زي ما في عقوق ابناء لابائهم، في العكس برضه، وبنسبه كبيره بيكون عقوق الاباء لابنائهم هو السبب الاكبر في اغلبيه المشاكل اللي بيمروا بيها في حياتهم، سواء بقى كانت مشاكل في التعامل او سوء الاخلاق او قله ثقه في قدراتهم او حتى امراضهم النفسيه. وللاسف الشديد 90% من الاباء والامهات بيكونوا سبب ضغط نفسي كبير جدا على اولادهم، وحضرتك كأب بتستخدم ضد اولادك سلاح خطير جدا من غير ما تاخد بالك، وسواء بقى كنت واخد بالك او لا فده مش هيقلل من الخطوره شيء. والسلاح اللي حضرتك بتستخدمه ضد اولادك هو الدين اللي حضرتك ملخصه في الايه اللي ربك سبحانه وتعالى بيقول لك فيها: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. وانت في دي عندك حق، بس احيانا بتصرفاتك وافعالك تجاه اولادك بيتقلب الحق ده لظلم لاولادك منك، اللي هو تبقى حضرتك دايما مقلل من قيمه ابنك او بنتك او بتهينه وما بتسمعلهوش، ومجرد ما يحاول يثبت على موقفه او يوضح لك وجهه نظره تبدا بقى حضرتك تضغط عليه بالدين زي ما وضحت لك. وهنا بقى انت بتبقى شايف انك ضحيه لابنك اللي جبته للدنيا وربيته وكبرته، وفي الاخر واقف قصادك وبيعارضك، وانت في الاصل بتكون ظالم وبتكون سبب اساسي من ضمن اسباب فشل ابنك، وبتكون سبب اساسي من ضمن اسباب ضغطه النفسي وعدم ثقته بقدراته. وبرضه علشان اكون واضح ومحدش يفهمني غلط، انا هنا مش ببرر لاي شاب او بنت انه يعارض اهله ولا حتى يعاديهم، انا بس حابب اوضح لكل اب وام ان تصرفات حضراتكم مع اولادكم هي اللي هتحدد طريقه تعاملهم معاكم، وهل هيراعوا ربنا فيكم ويحبوكم ولا العكس. يعني بكل بساطه علشان تحصد من اولادك حب ليك لازم انت بنفسك اللي تزرع الحب ده فيهم، ولازم تعرف انك لازم تكون لاولادك مصدر الحب والامان والدعم والسند، وما ينفعش باي حال من الاحوال انك تكون مصدر لا الالم ولا الخوف ولا الحزن. وبرضه لازم تكون عارف من قبل ما تتجوز اصلا ان الخلفه مسؤوليه كبيره جدا وامانه هتتحاسب عليها قدام ربك سبحانه وتعالى. علشان كده قبل ما تتجوز لازم تبص على نفسك، يعني هل انت سوي نفسيا بما يكفي لتربيه اولادك ولا انت هتكون اب عاق؟ لان العقوق مش بس عقوق ابناء لابائهم زي ما قلت لك، لا، العقوق برضه عقوق اباء لابنائهم. ضربك لابنك او بنتك وقسوتك عليهم وتعنيفك ليهم دايما وبدون اسباب ده عقوق، وحرمانك ليهم وبخلك عليهم ماديا ومعنويا وعاطفيا عقوق، وتقصيرك في رعايتهم او صحتهم او دراستهم وانت عايش حياتك بانانيه ده برضو عقوق، واهانتك لامهم او ترويعك ليها وقسوتك عليها في وجودهم ده برضو عقوق، وسيطرتك على شخصياتهم او تقليلك من انجازاتهم او التنمر على شكلهم او قدراتهم ده برضو من ضمن العقوق. وكل دي بقى وغيرها كتير جدا من ضمن الحاجات اللي ممكن تخليك عاق لاولادك، وسواء كنت مدرك ده او لا فده مش هيغير من الحقيقه شيء. وعلشان كده لازم تكون عارف ان في مواقف بتعلم جوه اولادك وبتسيب معاهم جروح بتكمل معاهم لاخر العمر. فبالله عليكم يا كل اب وام ساعدوا ولادكم على بركم وعلموهم الحب والتسامح من معاملتكم ليهم. واهم حاجه حابب اوضحها لحضرتك كأب، يا ريت بلاش تفرق بين اولادك في المعامله، علشان بكل بساطه بكره وبعده محدش هيجني ثمار التفرقه دي غيركم. وحتى لو اولادكم سامحوكم فربك سبحانه وتعالى ما بيسامحش في حق عبد اتظلم. وفي النهايه بقى احب اقول لك خليك فاكر دايما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: اعدلوا بين ابنائكم، اعدلوا بين ابنائكم، قالها 3. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وده إن دل على شيء فيدل على إنك مطالب بأمر واضح وصريح من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ربك سبحانه وتعالى في المقام الأول على إنك ما تكونش ظالم ولا عاق لأولادك. فاتقي الله في ولادك وساعدهم على برك، علشان والله العظيم الشباب تما دلوقتي ما عاد جواهم أي طاقة لضغط زيادة عن اللي هم فيه. ودي بقى يا صديقي كانت وجهة نظري في الموضوع ده من خلال بعض التجارب اللي أنا مريت بيها في حياتي. اللي تشوفه صح وهيفيدك خده، واللي تشوفه العكس سيبهولي. وبس كده، اتمنى اكون قدرت افيدك. شكرا ليكم، كان معكم عبد الله شرف.